السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هعمل معاكم كوارع بطريقة سهلة خالص. معايا رجل كده جبتها من عند الجزار، هو مقطعها بالشكل ده، أنا غسلتها ونضفتها. ومعايا بصلاية وراس طماطم، فلفل أسود، حبهان، فصين توم، ورق لورا. المية ابتدت تغلي معايا اللي هسقط فيها الكارع. لازم تنزل على مية سخنة مغلية. مش هنزل البهارات دلوقتي، الله لما تغلي معايا وتطلع كل الريم بتاعها واشيل الريم هروح نازله بالبهارات. الكارع بتغلي معايا، طلعت الريم بتاعها كده هشيله، اي ريم طلعته كده هشيله. ان كل الريم اللي طلع هنزل عليها بالبهارات كده. لو كنت حطيت البهارات في الاول وكانت طلعت الريم كنا وانا بشيل الريم كده كنا شلنا البهارات دي. الكوارع بتتسلق معايا، عقبال ما تتسلق وتتم سواها هعمل لها شويه صلصه حمرا. معايا توم، اشوحهم كويس اوي. صلصه حمرا اللي هسقط فيها الكوارع. التومه صفرت معايا كويس، هنزل عليها بعصير الطماطم، معلقه من الكزبره. هسيبها ما تتسبك معايا كويس. نزلت بالكزبره، معلقه ملح، هعمل شويه رز ابيض يتقدموا جنب الكوارع. نزلت معلقه سمنه ومعلقتين زيت عليهم في الرز، اشوحهم كويس قوي وارجع لكم تاني. الرز شوح معايا كويس قوي، هنزل عليه بالشوربه. بس كده شوفوا معايا مستوي. الكوارع استوت معايا، هنزل عليها بمعلقه ملح. بعد ما الكوارع استوت معايا كويس والصلصه سبكت معايا هنزل فيها الكوارع كده بالشكل ده. الكوارع بتغلي معايا في الصلصه، هخليها تاخد غلوه وهدخلها الفرن عشان تاخد معايا لون حلو تحت الشوايه. ايه رايكم في صينيه الكوارع بعد ما طلعت من الفرن؟ شكلها حلو. لو عجبتكم لايك وشير واشتراك في القناه. هنقدم الكوارع، عملت جنبيها شويه رز ابيض، الصوص الحلو ده اللي تحتيها نحطه كده على الرز.